كسل، تشتت، قلة إنجاز، قلة توفيق، مشكلة هنا مشكلة هناك. بوصل في الآخر إن المحصلة صفر، تايه في الحياة، مش عارف أحقق أي حاجة. لو المشكلة دي مشكلتك شوف الفيديو لحد الآخر، لأن بإذن الله النهاردة هنقول المشكلة وهنقول الحل معاها النهائي اللي يخلصك من المشكلة دي للأبد. الكلام اللي هقوله النهاردة مبني على تجربة وعلى علم. عارفين مثل اسأل المجرب ولا تسأل طبيب؟ اهو النهاردة انا جبت لكم الطبيب والمجرب. المشاكل اللي انا قلتها من شوية دي مش انت بس ولا انتي بس اللي بتعانوا منها، هو شبه 3/4 الناس في الكوكب ده بيعانوا منها، بسبب ان احنا في حاجات كتير قوي بعدنا عنها وبقينا مشغولين بظواهر الامور. عايزه اعمل جدول، عايزه انظم وقتي، عايزه مش عارفه، وسيبنا المشكله الاساسيه اللي بسببها وصلنا للتشتت والكسل وقله الانجاز. المهم انا كنت واحده من الناس برضو اللي وقعت في البير ده، الى ان وجدت هذه الخماسيه اللي طلعتني من البير بتاع الكسل والشتات والكلام ده كله، لان انا امشي في الطريق وان انا اتوجه للحاجه اللي انا عايزاها بدون ما التفت يمين ولا يسار. ويوم ما بلتفت ولا بقع بمشي على الخماسيه واقوي فيها نفسي اكتر واكتر لحد ما ربنا يرجعني تاني على الطريق. طب الخماسيه دي ايه؟ قبل ما اقول لكم ايه الخماسيه دي خليني اقول ان الكلام اللي انا بقوله ازاي مبني على علم. انا في البدايه لما جيت عملت الخماسيه دي ما كنتش اعرف ان في زمان من ايام السلف الصالح حد كان عنده المشكله دي والشيخ قال له الحل. كنت بس مستلقطه الخماسيه دي من فيديوهات شفتها، من كتب قراتها، من ناس قعدت معاها وتعلمت منها. فبدات اعمل الحاجات ديت بدون ما اسميها خماسيه وبدون ما كنت اعرف انها مجموعه على بعض لما تتعمل بيكون ليها نتيجه كبيره. المهم بدات اعمل الحاجات ديت خلاص والتزم بيها، وواحده واحده سبحان الله ربنا يعني فتح لي الطريق وسهل لي الصعب وخلاني اعرف اعمل الحاجات اللي انا كنت شايفاها في يوم من الايام مستحيلات، او ان انا معقوله انا هعمل ده، معقوله هوصل لده. بس ربنا ذلل لي كل الامور دي بالخماسيه دي. طيب ده بالنسبه لتجربتي. اما بقى من ناحيه العلم، كان في راجل زمان راح لشيخ الاسلام ابن تيميه، خلاص بيشتكي لي نفس الشكوى اللي انا بقولها بالظبط. بشتكي من الكسل، التشتت في مسارات الحياه، قلة الإنجاز وقلة التوفيق وصوارف وعوارض الحياة اللي بيها بحس إن أنا مش عارف أعمل أي حاجة ومش عارف أوصل لأي شيء. بالظبط زي اللي أنا بقوله ده بالظبط هو اللي قاله. راح شيخ الإسلام ابن تيمية قال له إيه؟ قال له رقم واحد، بصوا الحلول، عشان هي احنا دايما حلولنا بنبدأ من بره وما بنلاقيش نتيجة، اللي هي بقى التايم مانجمنت، طب اعمل جدول، طب ما اكلمش فلان. لكن احنا الحلول بتاعتنا بتبدأ من جوه لبره. فقال له الحلول بتاعت الشغل على جوه، لانك لما تشتغل على جوه اللي بره لوحده هيتعدل. طيب ايه هو بقى الشغل اللي قاله له عشان يعمله؟ رقم واحد انه يذكر الله طرفي النهار والليل، يعني الصبح اول ما يصحى يكون لي ورد من الذكر، وبالليل قبل ما ينام يكون لي ورد من الذكر. اوكي انا هقول هو قال ايه بعدين اشرح لكم. 2 انه يحافظ على الصلاة في مواعيدها. 3 انه يدعي دايما ربنا ان هو يستعين بالله. رابع حاجة انه ما يبطلش وتكن هجيراه، قال كده بالظبط، وتكن هجيراه يعني دايما بيرددها، لا حول ولا قوة الا بالله، فان بها يكابد الاهوال وينال بها رفيع المنال ويحمل بها الاثقال. اوكي. خامس حاجة قالها له الصبر. الصبر. طيب هقول لكم بقى انا عملت ايه. انا في الاول لما كنت في طرق معينه عايزه امشي فيها بس كانت صعبه وقدرتي النفسيه والجسديه مش مستحمله كل الحاجات الكبيره قوي دي اللي انا عايزه اخش فيها. ف فلما استشرت بعض الناس وقرات وسمعت وكده، فكانت اول حاجه فتح عليا ربنا فيها هي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فدي اول حاجه، وطبعا احنا عاملين فيديو كامل عن لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تعالوا بقى نشرح الخماسيه دي. بطرفي النهار هنقول الاذكار بمعنى ايه؟ لازم يكون ليك ورد كل يوم من الذكر الصبح وبالليل. الورد ده يكون ايه؟ زي ما تحب، تسبيح، الصلاه على النبي، الاذكار، اختار اللي تحبه. اختار اللي تحبه من الذكر بتاعك تقوله، او لا حول ولا قوه الا بالله زي ما انت عايز. بس الصبح بقول رقم وبالليل بقول رقم، ويكون رقم كبير. انا واحد عايز طريق صعب وطريق مش سهل ونفسي في حاجات كتير اعملها ومش قادر، قدرتي مش قادره ولا جايبه.
ومحتاج عون من الله وبركة منه عشان اقدر امشي في الطريق ده. فلما اجي اقول رقم محترم، اقول 1000 مرة الصبح و1000 مرة بالليل، 1000 استغفار الصبح و1000 صلاة على النبي بالليل، ساعتها فعلا هتلاقي نور في طريقك انت مش عارف جالك منين. ربنا ذلل لك الصعوبات وفتح لك الطريق ما تعرفش ازاي. هتبقى قاعد كده الشغلانه الصعبه اللي عايز تعملها وبتاخد منك وقت طويل بتعملها على طول، وربنا بيسهلها على قلبك وبيسهلها على جوارحك. سهل اعملها بعد ما كانت صعبه ومستحيله. فاول حاجه ورد الصبح وورد بالليل. وعشان تقوي نفسك في انك تقول الاذكار دي، اسمعوا فيديوهات عن فضل الذكر، ازاي الذكر ممكن يفتح لك طرق مقفولة. رقم 2 الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. طب ايه فايدة الصلاة؟ يعني هتعمل لي ايه غير انها هتدخلك الجنة؟ بس احنا بنتكلم هنا في امر الدنيا، هتفتح لك الطرق المقفولة. تخيل لما ربنا قال على الاشخاص اللي بيصلوا النوافل اللي هي السنة اللي بعد الفرض، لو الشخص ده صلاها هيكون له نور من ربنا. النور بمعنى ايه؟ نور ينور له طريقه، ينور له بصيرته، ينور له عقله، وان هو هيكون ولي من اولياء الله. يعني ايه ولي من اولياء الله؟ يعني يكون ربنا واقف معاه في كل المشكلات، في كل المواقف، ياخد عنه القرارات، يلهمه بحاجات غيره ما بتجيلوش الالهامات دي. ده بس من النوافل، ما بالك بقى بصلاة الفرائض نفسها. فصلاة الفريضة هي هتبقى في نور من الله عليك، سهولة في الاختيارات في الحياة، ربنا سبحان الله بيقلل جواك حب الدنيا وتعلقك الشديد بالاهداف وبالناس، ويخليك حاسس ان انت ايه، راكز كده، هادي، مش متعلق بحاجة، ماشي في طريقك بخطوات ثابتة بالصلاة. طيب الخطوة اللي بعديها، انا هقول بعديها هي دي مش الخطوة اللي بعديها على طول، بس انا عايزة اقولها بعد الصلاة. الصبر. الصبر الصبر الصبر، زي ما بيقولوا كده الصبر مفتاح الفرج. ازاي بقى؟ ربنا بيقول ايه في القرآن؟ واستعينوا بايه؟ بالصبر والصلاة. يعني ايه؟ ربنا حتى سابها مفتوحة، ما قالش واستعينوا على المشاكل اللي بينكم بالصبر والصلاة، لا، ربنا سابها مفتوحة. واستعينوا، نستعين على ايه؟ على اي حاجة في الدنيا، على المذاكرة، على مشاكلي مع جوزي، على مشاكلي مع اولادي، على ترويق البيت اللي مش قادرة اعمله، على مشاكلي مع زمايلي، على اهدافي اللي مش عارفة احققها. واستعينوا بالصبر والصلاة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ربنا اختص الصابرين دول ان هم هيكون ليهم مكافأة غير باقي كل الناس. انت دايما لو جيت دورت ورا كل واحد نجح في حاجة او وصل لحاجة سواء في الدين او في الدنيا، هتلاقيه استمراريته في الطريق وصبره على الخطوات وصبره على اذى الناس وصبره على صعوبة الصحيان بدري وصبره على وعلى هي اللي وصلته في الاخر للمكان اللي هو فيها دي. فدايما الصبر بيكون معاه النصر العظيم. انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. وبشر الصابرين، بشرهم بايه؟ برضو سابها مفتوحة، باي حاجة مخك يتخيلها ربنا ممكن يديها لك على جزاء الصبر اللي انت صبرته. ده الواحد لو صبر في الحاجة الغلط بيوصل فيها لحاجة كبيرة، ما بالك بقى لما تصبر في الحق، لما تصبر في هدف انت عارف ان هو هيفيدك وهيعود بالنفع على كل الناس اللي حواليك. دايما حط في بالك الجملة دي، هو مش بيتقال انما النصر صبر ساعة؟ الصبر اللي هتصبريه على الدايت لمدة سنة مثلا هتستمتعي بعد كده بحياتك كلها وبجسمك كل السنين اللي هتعيشيها بعد كده. الصبر اللي هتصبره على المذاكرة بتاعت وقت الامتحانات هتستمتع بعد كده بالتقدير اللي كان نفسك تجيبه او بأهدافك اللي نفسك تحققها. الصبر على تربية ولادك هتستمتعي بعد كده وانت شايفاهم قامة قدام عينك والناس بيشاوروا عليهم وبيسألوكي ازاي قدرتي تعملي ده؟ بالصبر. فاحنا دايما عايزين نحط كده قانون، احنا كل فيديو عايزين نطلع ايه؟ بقانون. الفيديو اللي فات طلعنا بايه؟ اللهم اهدني وسددني، ان هو ربنا يرزقنا هداية الطريق وانه يخلينا نمشي في طريقنا زي طلقة الرصاص. النهاردة عايزين نطلع من الفيديو دوت بايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على اي حاجة بالصبر والصلاة. وبشر الصابرين، بشرهم بكل المكافآت اللي انت ممكن تتخيلها او ما تتخيلهاش على الناس اللي صبرت. فدايما يكون عندك كده منطق معين في حل المشكلات. هو ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاة. اي مشكلة في الدنيا، اي مشكلة في الدنيا، اي هدف في الحياة، اي هدف في الحياة. يبقى اول حاجة ورد الصبح وورد بالليل. 2
الصلاة على وقتها. 3 الصبر الصبر الصبر. 4 ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ده له ورد مخصوص غير الأوراد الأذكار التانية. الذكر ده بجد الخلاصة في اللي عايز يوصل لحاجة. 5 الدعاء، ان الدعاء ان ربنا يوصلني، اللهم اهدني وسددني، او قول اي صيغة تانية انت عايزها، المهم تدعي ربنا انه يعينك انك تعمل اصلا الحاجات دي كلها. في بقى نقطة زيادة احنا خلينا نزودها، انا زودتها في الطريق بتاعي وانا ماشية، وهي تخصيص ساعة واحدة في اليوم ان انا اشتغل فيها على هدف واحد لمدة 6 شهور. هدف واحد بس لمدة ساعة لمدة 6 شهور. مع الخماسية الأولانية ديت والله هتوصل لنجاحات عقلك كده ما يتخيلهاش ولا كنت حاططها في الحسبان أصلا. معقولة أنا وصلت للكلام ده كله؟ حققت الحاجات اللي كان نفسي فيها بقالي سنين؟ إزاي؟ بالخماسية دي. الخماسية دي مع رقم 6 ديت هتوصل للشيء اللي انت كنت بتحلم بيه بقالك سنين، لو حاجة قد كده ولا حاجة قد كده. واعلم أن النصر صبره ساعة. ازاي يعني هي ساعة واحدة؟ لا، بس الكلمة دي معناها انك الوقت اللي هتصبره مقارنة بالثمرة اللي هتاخدها وتعيش فيها كتير ولا حاجة. يعني خلينا نقول المثال اللي احنا قلناه من شوية، انا ممكن اصبر على الدايت سنة واستمتع بقية حياتي بالوزن المثالي، ممكن اصبر على المذاكرة كام شهر واستمتع بيها بقية حياتي، وهكذا. فما تخليش دايما نفسك اللي بتحب انها تعمل الحاجات اللي على مزاجها اللي على هواها هي اللي تقودك، لا. طب وازاي خليها ما تقودنيش؟ اعمل الخماسية دي، ورد الاذكار والدعاء وورد لا حول ولا قوة الا بالله، وانك تضغط على نفسك عشان تصلي. الحاجات دي كلها هي اللي هتخليك تقدر على نفسك وتمشي في الطريق اللي انت نفسك فيه. كنت اتمنى ان حد يجي يقول لي الخماسية دي من سنين، كنت متأكدة انها كانت هتفرق في حياتي كتير، ولكن الحمد لله ان انا اتعلمتها. بس لما اتعلمتها في فترة قليلة قوي نقلتني نقلة نوعية. واكيد اكيد اكيد ان الحاجة دي لما انت تعملها هتنقلك برضو انت كمان او انت كمان نقلة نوعية في حياتك.